مساء الهنا والسعادة على حبايب قلبي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري بطريقة بسيطة جدا وسهلة وجميلة جدا، وطريقة بسيطة وتعجبكم ان شاء الله، ومكونات سهلة جدا وبسيطة وموجودة في كل بيت. مع بعضينا حبايبي ونشوف الطريقة مع بعض. بصي يا حبيبتي، اول حاجة هنعملها هنحط المية على النار، المية اللي هنسلق فيها المكرونة. تمام. وطبعا هنحط فيها ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هحط المكرونه. انا هحط مكرونه اسباجيت مكسراها، يعني ما بحطهاش صحيحه، بكسرها 2 أو 3 اهي. تمام. طبعا الكشري انت بتشكلي المكرونه، ما بتحطيش المكرونه حاجه واحده. انا بكسر المكرونه الاسباجيت كده، بكسر الواحده 3 مش 2، عشان احنا طبعا بيتاكل بالمعلقه يعني. تمام. فبيبقى اسهل كده. دي كميه المكرونه. انا مش عايزه اقول لكم كميات، لان عموما في العموم اي اكل انا ما بحددش الكميات، الكميه بتبقى على حسب ما انت عايزه. تمام. انا هنا حاطه تقريبا 500 جرام مكرونه بس مشكلاها رفيعه، ومكرونه اسباجيت. انت عايزه تحطي مقصوصه واسباجيت، يعني على حسب نوع المكرونه اللي انت عايزاها اهي. بصي، دي المكرونه الرفيعه. يبقى كده انا حطيت نوعين مكرونه اسباجيت و ورفيعه. هقلب بقى. انا ما بحط الزيت في الميه، هي يعني ما شاء الله بتبقى جميله وبتطلع مفلفله وحلوه، فبحب احط الزيت بعد ما بسلق المكرونه مش قبل ما اسلق. وهبقى هوريها لك بيبقى شكلها ايه بعد ما بتتسلق يعني. كده تمام. هسيبها بقى على النار. بعد كده هاجي للعدس. العدس اهو هغسله. طبعا تغسليه كويس جدا، هو بيبقى ما شاء الله زي الفل يعني. بصي الميه بتاعته نضيفه ازاي. تمام. اغسله كده 3 4 مرات اهو يا حبيبتي، بقى زي الفل اهو ما شاء الله عليه. هحطه بقى على النار وهوريكي بقى انا هحط على العدس ايه. طبعا انت بتحطي له كميه ميه كافيه عشان ما زودوش ميه وهو بيستوي. تمام. إيه، بصي حبيبتي بقى هحط ايه على العدس. دي بصلايه مقطعاها مكعبات اهي كده، وحط عليها مكعب مرقه. الاتنين كده هحطهم كده على الميه، بصلايه ومكعب المرقه. تمام. هتقولي مكعب مرقه بيخليه تحفه صراحه كده. تمام يا حبيبتي. واقلبهم كده تقليبه على النار، وهسيبها. مش هحط ملح خالص دلوقتي الا لما العدس يستوي، يدخل في السوا كده، يقرب يدخل في السوا، هحط عليها معلقه ملح. دي المكرونه اهي كده تتسلق. بصي ما شاء الله ما عجنتش ازاي، حطيتش فيها اي زيت. انا بحاول اوفر على فكره على قد ما بقدر اهي. بصي استنى عليها شويه لسه ما استوتش. تمام. كده حبيبتي المكرونه اهي استوت وصفيتها. تمام. وده العدس اهوت. بصي بقى العدس اي ريم كده من فوق احنا هنشيله. طبعا لو لقيتيه لسه ما استواش ومحتاج ميه زودي ميه، بس انا بحب احط ميه كفايه بحيث اني ما ازودش عليه ميه، فما فيش مشكله يعني. كده تمام. بعد كده هو قرب خلاص اهو. بصي فتح اهو وقرب يستوي. هعلي بقى عليه النار عشان يشرب الميه بتاعته، او لقيتي فيه ميه زياده صفيه.
واحط بقى عليه معلقه ملح. طبعا انا مخليه بالي ان انا احط عليه مكعب مرقه، فمكعب المرقه ده هيخلي ايه الملح بتاعه زياده شويه. وراعي الملح كده تمام. هسيبها بقى تتشرب الميه بتاعتها وقرب يدخل في السوا خلاص. بعد كده بقى هاجي للصلصه بتاعت الكشري. بصي ده في طبقين فيهم طماطم، دي طماطم انا هعملها عصير، يعني عصير الطماطم عشان اعمل الصلصه بتاعت الكشري. وبحب احط فيها الفلفل الاحمر ده. الفلفل الاحمر ده يا جماعه انا بخزنه وبضربه مع القوطه في لما باجي اعمل اي خضار اهي. تمام، بحطه مع القوطه وهي بتتضرب. وفي طبق تاني فيه طماطم متقطعه مكعبات، دي احنا بنحب نحطها فوق وش طبق الكشري، بتبقى جميله جدا. دي بنعمل عليها ايه؟ بنحط فيها ايه القوطه دي؟ بعصر عليها عصير ليمون. تمام، ليمونه. طبعا الكميات احنا اتفقنا ان الكميه دي بتاعتك انتي. هعصر عليها ليمونه وهحط عليها شويه ملح كده. تمام، وهحط عليها شويه كمون. تمام، وسنه خل، حوالي معلقه كده، معلقه صغيره كده. تمام، وهقلبها كده وهسيبها بقى ان انا ايه استعملها خلاص فوق طبق الكشري. تبقى جميله جدا يا جماعه. دي هركنها كده، دي خلصت. هضرب بقى الطماطم في الخلاط بتاعت الصلصه. بعد ما ضربت عصير الطماطم يا جماعه بجيب بصلايه بحط عليها معلقه دقيق. بصي بقطع البصلايه دي اللي هي البصل المحمص المقرمش الجميل اللي بيبقى فوق طبق الكشري. بصي بتقطعيها كده جوانح وبحط عليها معلقه دقيق وبدعكه كده في الدقيق وبفك البصلايه كلها من بعضها. بصي لازم تفكيها كده تخليها بالمنظر ده. تمام، طبعا هحط بقى حله على النار فيها شويه زيت عشان احمر البصل اهو بالمنظر ده يا جماعه. تمام، بعد كده حطيت الطاسه هحط بقى فيها الزيت اهو عشان احمر البصلايه. معلقه الدقيق دي مهمه جدا يا جماعه على البصل، بتخليه مقرمش كده وجميل جدا. كده هعمل الكميه اللي انا عايزاها طبعا بالطريقه دي كده حبيبتي. طبعا البصله دي ما بتتسابش، لازم تفضلي قدامها كده وتقلبيها لغايه لما تديكي اللون اللي انت عايزاه. ياخد الله تكه صغيره خالص وتدينا اللون بتاعنا. طبعا ما بتسيبهاش زي ما قلت لك علشان دي زي اللبن، لو سبتيها هتلاقيها اتلسعت منك واتحرقت. اللبن لو سبتيه دي مفيش في اقل من ثانيه اهو كده. تمام قوي. اطلع بقى كميه البصل دي واحط غيرها. انا خلصت البصل اهو يا جماعه. نفس الزيت هحط عليه بقى بصلايه كده مقطعه مكعبات. تمام، دي الصلصه يعني نفس الزيت هعمل فيه الصلصه اي حاجه. بصي متقطعه مكعبات بخور، مقطعه مكعبات كده. تمام، وهقلب بقى كده البصلايه نفس الزيت مكان الصوص مكان البصل هحط البصلايه بتاعت الصلصه. تمام،
اسيب البصلايه سنه كمان، لان بحبها يعني بتبقى قريبه من بصلايه الكشري، بتبقى جميله جدا جدا في الصلصه. بصي بالعكس كده انا طفيت عليه خلاص اهو. بصي تمام، والصلصه اهي كده كده كفايه قوي عليها. هنزل بقى عليها كده. انا ما باحطش فيها ثوم يا جماعه، لان بعمل الدقه بتاعه الكشري لوحدها بتبقى فيها ثوم كتير. هي دي الصلصه بتاعه الكشري الطريقه دي. تمام، تحطي بقى عليها الملح والفلفل الاسود وبسيبها تتسبك. هنا بقى حبيبتي هعمل الرز. تمام، اجيب الشعريه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حطيت الزيت بتاعي، لغايه رز الشعريه عادي خالص لغايه لما تتحمر كده خالص. انا عامله نص كيلو رز على كميه الشعريه دي، دول تقريبا كوبايتين شعريه. طبعا الشعريه لما بتبقى كتيره في الرز في الكشري بتبقى جميله جدا. تمام، ازاي يا حبيبتي لسه كده لسه عليها. حطيت عليها ملح وفلفل اسود. عايزه تحطي كمون تضيفي كمون ضيفي. انا مش بحط ولا كمون ولا ثوم لاني بعمل الدقه فيها كمون وثوم وخل. وعايزه تحطي برده خل في الصلصه حطي، بس يعني انا بعمل لها دقه لوحدها، فالافضل ان هي تتعمل كده ملح وفلفل اسمر بس. تمام، بس يا حبيبتي كده الشعريه تمام قوي حلوه قوي كده. هنزل بقى عليها بالرز. تمام، وهحط عليه شويه ملح والميه بتاعته. كده عشان بقى الشعريه تبقى كده في الرز بتاعت الكشري بتبقى جميله جدا. كده هحط معلقه ملح كبيره، طبعا على حسب كميه الرز بقى انت بتظبطي الملح بتاعك. تمام، هحط كميه الميه المناسبه للرز. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحط ميه من الحنفيه عادي والله بيستوي بيبقى مفلفل وجميل اهو كده. بس هو الرز كده تمام اهو. غطيته بالميه واغطيه بقى، واول ما ياخد غلوه هروح موطيه عليه النار كده. تمام بقى نعمل بقى الدقه يا جماعه. بصي دي كوبايه ميه احطها في طبق. تمام، هحط عليها ايه بقى؟ هحط عليها معلقه ثوم مفروم كبيره اهي. تمام، معلقه كبيره كده هحطها على دي الدقه، واعصر عليها ليمونتين، عصير ليمونتين. تمام،
جربي الدقه دي، طريقتها هتعجبك قوي، جميله جدا. كده ليمونتين، وهحط عليها معلقتين خل كبار. تمام، يعني كده معلقتين خل كبار. طبعا الخل لازم يبقى باين فيها. وهحط عليها معلقه كمون كبيره. تمام، وهحط عليها معلقه ملح كبيره او نص معلقه ملح كبيره اهي. تمام، واقلب كل المكونات دي كده في بعض. بصي هتبقى لونها جميل ازاي، بالكمون بالثوم بالليمون بالخل. هي دي الدقه بتاعت المطاعم والمحلات. كده بتقلبيها كويس قوي. يبقى كده انا عملت الدقه وعملت الطماطم. تمام، انا مش هعمل معاها شطه زيت. شطه زيت سهله جدا، بتحطي الشطه عليها معلقتين زيت كبار وبتقلبيها وبتاخدي من الصلصه تحطي عليها. بس انا كنت عاملاها لكم قبل كده اهي. كده تمام. كده كل مكونات الكشري اتعملت يا جماعه. اما الرز يستوي اوريكم بقى باذن الله طبق الكشري الجميل. نشوف بقى الرز كده حبيبتي. الرز كده ما شاء الله عليه. كده الرز استوى. اعمل لكم بقى طبق كشري، احلى طبق كشري، طعم كده طبعا تحفه باذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الاول الرز. معلش هو البخار مش مبين، بس ايه ان شاء الله اوريهولكم. كده بحط الرز. تمام، وبعد كده هحط المكرونه. المكرونه. تمام، كده المكرونه. بعد المكرونه انا بحط الصلصه، بخلي العدس من فوق الوش. بعد كده هحط الصلصه. تمام، انا عايزه اقول لكم دي علبه ابني هياخدها مع الشغل. كده تمام. بعد كده هحط الشطه. انا هحط شطه ناشفه. كده تمام. بعد كده هحط العدس. بعد كده العدس. بعد كده هحط الطماطم. بالدقه بتاعتها. كده تمام. بعد كده هحط البصل اهو يا حبيبتي. واحلى طبق كشري تاكليه، طبعا انضف واحلى من بره. طريقه بسيطه وسهله، واتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. انا نسيت يا جماعه احط لكم الدقه اهي. نحط بقى معلقه اتنين زي ما انت حابه.